مساء الخير، صباح الخير، مكان جديد، استوديو جديد، سيزن جديد. اهلا بيكم في برنامجي اللي بدأ يبقى برنامجكم معرفش. حلقة النهاردة خيالية ولا تمت الواقع بأي صلة، وأي تشابه بين الواقع والحلقة فدي مشكلتك انت مش مشكلتي خالص. النهاردة هنتكلم عن شخص مؤثر جدا في حياتنا، بس وجوده مش بمزاجنا، قهر. مين دول؟ ده الليمبي جاي غصب عننا قهر. في حاجة؟ لا مفيش حاجة. أنا يا أستاذ ليمبي. شخص وجوده في حياتنا شيء قدري زي الحياة والموت. شخص ما نعرفش نتعامل معاه بس هو بيعرف. شخص ما بنفهمش اللي في دماغه بس هو بيفهم. ما نعرفش هو جه منين بس هو عارف. ما بنعرفش نرضيه ولا هو بيعرف يرضينا. ايوه، ايه الاتش ار ده؟ ما محدش عارف. ليه يبقى في وظيفة او حد الناس مش بتحبهم للدرجة دي؟ طب هل فعلا موظفين الاتش ار يستاهلوا ان احنا نتعامل معاهم بالمشاعر دي؟ ما هم برضو بشر زينا يعني. طب ليه الناس مش بتحبهم وهم جم منين؟ ما شاء الله، جبتوه منين ده؟ ايه اللي جبتوه منين ده؟ شارين بغبغان. نتكلم جد شويه، معلش انا مش عارف اخد الموضوع جد الصراحه. ايه الاسباب اللي بتخلي الناس دي ما تطيقش الشغلانه دي؟ قبل ما نسال الاسئله دي محتاجين نعرف ايه هو الاتش ار بجد. طبعا كلنا عارفين ان الوظيفه دي مستحدثه بشكلها دلوقتي. الوظيفه دي نقدر نقول انها بقت موجوده لما المنشآت الاقتصاديه بقت اكبر حجما بعد الثوره الصناعيه. زمان العالم قبل الثوره الصناعيه كانت الصناعه بتتم في ورش صغيره وعدد العماله فيها قليل، وبيغلب عليها الطابع العائلي. يعني الاسطى فلان بيخلف الصبي علان، فبيبقى الصبي علان ابن الاسطى فلان، وده بقى بعد كده بيكبر وبيبقى الاسطى علان، وهكذا. نفس الكلام في المنشآت التجاريه، دايما كان بيغلب عليها نفس الطابع، عدد قليل من الناس هم اللي شغالين فيها، شه بندر التجار واصحابه. فما كانش فيه احتياج للشكل ده للوظيفه، كانت بتتم كجزء من مهام الاسطى وكبير التجار. لكن مع الوقت وزاد حجم العماله جوه المنشاه الواحده كان لازم يتصاغ اسلوب نتعامل بيه. ناس كتير بيرجع الفضل او الذنب، احسبها زي ما تحسبها، لشخص هو ابو الاتش ار، وهو فريدريك تايلر. راجل امريكاني كان مهندس ميكانيكا، وكان مؤسس الفكره دي على اعتبار ان العمال تروس في مكنه. مش يمكن يكون ده السبب اللي خلى الفكره تتاسس غلط اصلا وخلتنا نحس بكده؟ وبعد ما الراجل ما مشي واتحفنا بتحفته الشهيره اللي هي علم الاداره، تحب تقول ايه؟ أقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ابتدى الموضوع يتطور لمراحل. ومع تطور الحركة العمالية في بداية القرن اللي فات كان لازم يحصل صدام مع نظرية الإدارة العلمية اللي دعا عليها فريدريك. العمال حسوا انهم بيستغلوا وبيتدمروا لحساب النظريات دي، وكانت طبيعي ان النظريات دي تتطور عشان تمتص الغضب ده. بعد كده مع أزمة الكساد الكبير كان في احتياج اكبر لان كل نظريات الاداره دي تتغير، واهمها تغيير وسائل التوظيف والتعاقد، بالذات بعد الحرب العالميه الاولى والثانيه، واللي استهلكت عدد كبير من الرجاله سواء قتلى او مصابين. فكانت طبيعي ان هم يوظفوا ستات، وبالتالي ظهرت فكره الاهتمام بالتدريب والتعليم ضمن العناصر دي. ومع تزايد موجة الاشتراكية في العالم كان طبيعي يحصل تطوير عشان تعمل حماية اجتماعية للعمال دول. فاتطورت الوظيفة دي بقى من ساعة ما بقى اسمها إدارة شؤون الموظفين، بعد كده إدارة الموارد البشرية، لحد ما وصلت لمسمى إدارة المواهب البشرية. الوظيفة بقى اللي بنتكلم عنها دي بكل مسمياتها HRB HRM لحد ما يوصل ل HRZ. HR اختصار Human Resources، واللي معناها الموارد البشرية. ومن الاسم كده بيعكس الناس دي شايفانا ازاي. الناس دي شايفانا مورد زي المواد الخام في المصانع وزي الموارد الطبيعية والصناعية، يعني حاجة زي كده. يعني بيعتبرك زي فحم الكوك ولا حتى برميل بترول، وهو مسؤول ان يديرك او يدورك. يعني شوف انت عايز تحسبها ازاي. الاتش ار ده كان زمان تروح تمضي عنده الحضور والانصراف، تسجل اجازاتك كده، يعني كراجل طيب قدامه سجل كبير كده يقعد يكتب فيه حاجات غريبة. مرة واحدة اتطور الراجل ده وبقى بيعمل كل حاجة. يا ترى مين بقى هو الشخص ده؟ فاكر زمان لما كنت في المدرسة وكانوا بياخدوك من ايدك او من قفاك يجرجروك لمكتب الاستاذ حمدي او الاستاذ زينات بتوع الشؤون الاجتماعية بعد خناقه بينك وبين زميلك او بينك وبين زميلتك، وتدخل فتلاقي كميه تهزيق مستنياك وكلام من اللي بيوجع، ما تفهمش انت عملت ايه عشان كل ده، ويتقفل الحوار في الاخر بورقه محطوطه في ظرف ومطلوب منك تدخل على ابوك وامك وتسلمها لهم، يا اما جواب استدعاء لابوك يا اما جواب رفض، وتروح البيت بقى عشان تكمل وصلة التهزيق والاهانه هناك. عارف بقى استاذ حمدي واستاذ الزينات دول لما ربنا كرمهم بعيل سموه كريم. كريم ده بقى كبر وكمل المسيره، اشتغل على نفسه واخد كورسين وراح اشتغل بقى بيهم اتش ار. واللي تبدا علاقتك بيه بانك شفت اعلان على السوشيال ميديا مثلا او حد من صحابك قالك عليه فتقراه عشان تشوف ايه اللي مطلوب للوظيفه الجديده دي. شروط معقده وعويصه واحيانا متناقضه.
يعني ايه تقول انا عايز واحد حديث التخرج وفي نفس الوقت انا عايزه خبره 5 سنين؟ حضرتك قصدك ايه بكلمه خبره هنا بس عشان ما افهمكش غلط؟ او يبقى مطلوب منك كورسات كتير قوي ملهاش اي علاقه بالوظيفه، وعشان اكون اخدتها اصلا لازم اكون بدات الكورسات دي من عندي 3 سنين. المواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد: 1 قوي البنية، مفتول العضلات، دي احسن حاجه فيا. شرس، عادي، قلبه ميت من زمان. قوي الشكيمة، ذو بأس، حاد النظر، طبعا لا يقل طوله عن 190 سنتي، ولا يقل وزنه عن 210 رطل. ما ينفعش 205. وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس. هي دي مشكله. ندخل بقى على الانترفيو، ودي اول مقابله حقيقيه ليك مع كريم، وبتستمر بعد كده المراحل كتير. مش يمكن الانطباع الاول بيننا وبين كريم ده بيدوم وهو السبب ان احنا ما بنرتاحش مع بعض؟ معرفش، بس فكره الاختبار والضغط اللي بتتحط تحته وانت بتعمل الانترفيو بيخليك مش سعيد. يعني ما حدش بيبقى سعيد وهو بيتحقق معاه وحاسس ان اللي قدامه بيقيمه، لا وكمان بيقرر مستقبله على مقابله يا تعجب يا ما تعجبش. بصراحه فيها حته كده من زمن العبيد والجواري. اسرع ايها العبد الكسول ولا تتلكأ والا قتلتك. ده بنمثله فن هنا؟ اكيد فكر الاسلام. المهم نرجع تاني للانترفيو. وانت داخل مقدم على الوظيفة، في افكار كتير بتتصارع جواك مع شوية تخبيط ركب كده. اهلا، ازيك يا علاء؟ ازيك يا لبنى؟ لبنى؟ اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ اتفضل عندك انترفيو. لو اتأخرت جوه أكتر من نص ساعة كلمي البوليس. وده رقم ماما، قولي لها علاء كان بيحبك أوي. من اول شكلي بقى كده مظبوط، لا شعري ولبسي، لغايه الاجابات النموذجيه اللي بتعمل لها داونلود وتقعد تحفظها. اهلا بيكم في اخطر كورس في العالم، الكورس اللي بيقدم هنا في السنتر لاول مره، كورس فن الانترفيو. ازاي تعمل انترفيو؟ تدخل بقى الانترفيو، طبعا الكليشيهات المعروفه. هتبدا بفقره اسئله، بس اسئله ما فيهاش اختيارات ولا استعانه بصديق ولا جمهور ولا حتى انك تحذف اجابتين. ما بين بقى عرف نفسك بالانجليزي مثلا، وهي الشركه اصلا مش محتاجه انك تتكلم انجليزي، فبعد ما تقعد ترص كلمتين انت تحفظهم عن نفسك بالعافيه بالانجليزي، يبص لك قوي بنظره استشراقيه للمستقبل كده ويقول لك شايف نفسك فين كمان 5 سنين، وتقعد تقاوم نفسك انك ما تقولش اللي جواك بجد، وترد عليه وتقول له شايف نفسي جوه شركتكم الجميله في وظيفه احسن اقدر بيها افيد الشركه واطورها. ونيجي بقى للسؤال اللي ملوش اجابه، تفتكر مرتبك هيبقى كام؟ حضرتك هو ليه الغموض ده؟ ما انت لو عارف هتدفع كام ما تقول لي على طول. تقعد بقى تتحزلق وتتفلسف وتقول على حسب سياسه الشركه وتقييمها للوظيفه اللي انا بعملها. اصلا انا قلت لك عايز 1,000,000 جنيه هتديهم لي يعني؟ ننتقل بقى للاسئله الوجوديه وفرضيات خياليه. يهفك سؤال في وشك يقول لك لو كسبت 50 مليون دولار هتعمل ايه؟ وهتكمل معانا ولا لا؟ حضرتك بنصيحتك دي انا لو معايا 1,000,000 دولار مش هتشوف وشي تاني، لكن الاجابه النموذجيه هتقول انك هتكمل الشغل معاهم عادي لان الشغل اهم من الفلوس. لا ومش هيسكت بقى الاتش ار ده، هيزود ويقول لك طب هتعمل ايه بال50 مليون دولار دول؟ طيب تخيل بقى هنا انك المفروض تقول له انك هتصرفهم في الاعمال الخيريه. وممكن يسالك سؤال لو قابلتني في انترفيو تاني في شركه تانيه بعد 5 أو 6 سنين هيكون رد فعلك ايه؟ يا عم هو مفيش غير انا وانت في البلد ولا ايه؟ بس المفروض هنا ترد تقول اني هفرح قوي اني شفتك بعد ما اتطورت وبقيت كده في شركتنا القديمه. ممكن بقى هنا يسالك سؤال فيه جزء من المنطقيه ويقول لك مديرك مش موجود معانا دلوقتي او مديرتك في اجازه وحصلت معاك مشكله كبيره جدا وبتحاول توصل لمديرك ومش عارف، هتعمل ايه؟ اكيد طبعا شور قرار ليا، لازم اقول قرار. طبعا تبوظ لي البوصله وتعمل لي شبوره على النجوم ما نشوفهاش وعايزني اقول قرار. احيه ده استهبال. خد وامشي، خد وامشي ما اشوف هعمل ايه. معرفش، بس بحس ان العلاقه بينك وبين مستر كريم فيها غموض كده، وممكن الغموض اللي بيحيط شغلانه الاتش ار دي وصلاحياته تكون السبب في نظره الناس ليه وليه الناس مش بتحبه. اصلك طبيعي انك لما تلاقي ناس لا عارف هم فين ولا بيعملوا ايه يطلعوا بقرار مكتوب في ورقه ما تفهمش اتعلق امتى على الحيطه، او حتى ميل مبعوث في اخر اليوم. الغموض ده مرتبط بشخصيه الاتش ار نفسه،
فهو شخص حويط عنيد غامض، ما تعرفش هو ضابط ولا محامي ولا قاضي، هو حد طول الوقت بيفكر في اسباب ما وراء الجريمه، شايفك مذنب حتى لو معاك دليل براءتك. اصل هي حاجه مش واضحه ولا لصاحب العمل ولا حتى للموظفين اللي عنده، واوقات كتير لبتوع الاتش ار نفسهم. اصل طول الوقت قرارات الاتش ار بيحيطها الغموض او في سطور مكتوبه بالحبر السري محدش يعرف يفك شفرتها غيرهم. كمان بتوع الاتش ار بعاد عن الموظفين بتوع الشركه، ناس قافله على نفسهم كده، كتير منهم ما بيكونوش صداقات مع الموظفين اصلا، وطول الوقت تحس ان هم بيحضروا في قرار هيلبسك او غلطه دايما مش مقصوده، والغلطه بقى دي على اساسها ممكن تتحمل عواقب وخيمه، زي انك ما تقبضش مرتبك كامل او الاوفر تايم مثلا، او تلاقي نفسك منقول لفرع الشركه في السنبلاوين. مخصوم منك 40 يوم. ايه 40 يوم ده حرام 40 يوم في السنه اجيبهم منين دول؟ بتاع الاتش ار ده دايما بيبرر الفعل ده باسلوب بتوع التنميه البشريه، اصل هو المفروض بيقول لك ان انا واخد كورسات وعلوم من بتوع التنميه البشريه. طب هل التنميه البشريه اصلا علم؟ معرفش، بس بقيت بحس ان كلمه العلم دي بقت استخدامها فوضوي شويه، اصل في حاجات كتير ما بينطبقش عليها مفاهيم العلم وبيتقال عليها علوم. العلم اللي افهمه هو شيء ليه اثبات علمي ينفع اجربه في كل الظروف ويطلع نفس النتائج، زي الكيمياء مثلا. مفيش خلاف ان الميه بتتكون من ذرتين هيدروجين وذره اكسجين، ممكن بقى تختلف في طريقه الحصول على الميه دي، بس في الاخر العناصر هي. او مثلا زي النار، عندك مثلث حريق هيبقى فيه نار، لكن علوم الاتش ار والتنميه البشريه ما بينطبقش عليها الكلام ده. الحاجه الوحيده اللي بتنطبق عليها انهم بيطبقوا مثلث الاشتعال كامل، بس فينا احنا منطقه التنميه البشريه دي واسعه جدا ومحتاجه كلام كتير، ممكن نبقى نتكلم عنها في حلقه لوحدها، لو حابين ابقوا قولوا لي في الكومنتات، عشان انا بصراحه نفسي قوي. الاتش ار بيتكلموا بغموض وبيتحركوا بغموض، واستدعائهم ليك حاجه صعبه قوي. ممكن تتفضل معانا بوشه وشاره لو سمحت؟ انتوا مين؟ احنا الاتش ار. معرفش، بس يمكن فكره انه بيتحكم في كل حاجه تكون هي السبب، يعني الصلاحيات الواسعه اللي بيتمتع بيها الاتش ار واللي احيانا بتبقى مش مفهومه ولا حتى مبرره، ممكن تكون السبب في العلاقه المركبه دي. اصل ان حد يتحكم في حياتك وفلوسك ورزقك وما تعرفش تاخد قرار الا لما ترجع له، اكيد تضايق وتخليك تخرج عن شعورك كمان. يعني مثلا نبتدي من الاول، مرتبك بيتحدد بناء على ايه؟ لو انت يعني شاطر وبتعرف تفاصل زي الست العظيمه المصريه اللي ممكن تجيب لك جاكيت براند ب 200 جنيه عادي كده، مرتبك هيبقى عالي وتتبسط. اما بقى لو انسان عادي وما بتعرفش تفاصل، هتتقدر ماديا اسوأ تقدير. ولو بتعرف تعزز نفسك شويه وتتقل، ما تخافش، الفرصه مش هتروح، ممكن تطلع باوفر احلى. ده اول حاجه بيتحكم فيها. بعد كده بقى لما تبقى عايز اجازه مثلا لا قدر الله عشان تريح ولا حاجه، احلى حاجه لما الاتش ار يديك اجازات انت ما تعرفش انك خدتها اصلا، او اجازات بتاخدها غصب عشان بريدجات علشان خاطر الشركه توفر، لكن الاجازه اللي نفسك فيها بجد تتزل انفاسك بقى عشان تاخدها. ما اعرفش اصلا ازاي حاجه زي دي يكون ليه سلطه فيها، ولا موضوع بقى التقييم السنوي وازاي بيتحسب. الموضوع ده سر من اسرار الكون، لا انت عارف هو ليه علاقه بالتارجت ولا ليه علاقه بايه اصلا. يعني مثلا قسم تلاقي فيه 2 وتتقيم على علاقتك بزمايلك، طب حضرتك هم مين زمايلي دول اصلا؟ او مثلا التدريب، حضرتك انا ذنبي ايه انك ما ضربتنيش؟ فكره التقييم نفسها او ان حد بيديك درجات على كل حاجه ممكن تتفهمها وانت صغير، يعني في منهج ذاكرته وامتحنته وحليته وجبت درجات، لكن التقييم ده ايه؟ بالذات لما بقالك 5 ولا 6 سنين في الشركه وبتشتغل نفس الشغلانه، هيكون ايه الجديد يعني؟ ما انا لو وحش كنتوا مشيتوني. ولو مثلا طلبت ترقيه، هتلاقي ردود فيها ابتزاز انساني. ازاي ما بقاش عندك قناعه برزقك والمكان اللي انت فيه؟ ازاي انت بتسعى للسلطه؟ كلام يأنب ضميرك. وازاي تطلب حاجه من الشركه اللي عمرها ما اتاخرت عليك ويتقال لك ازاي تفكر كده واصبر شويه واستحمل عشان الشركه تقف على رجليها؟ ما انت ابن الشركه، تطلع من المقابله دي ناس انت دخلتها ليه اصلا يا عيني؟ طب يا عم بلاش الترقيه، اديني بونص اروق بيه على نفسي شويه، او حتى سد بيه اقساط والديون المتلتله اللي عليا. كنتش عايز تسأل على البونص مثلا؟ ايه البونص؟ معرفش، بس فكرة ان هو بيكون عارف كل حاجة، عارف اللوايح والقوانين والورق ومعاه كل الكروت اللي دايما بتقش، دي سبب الازمة، وانه دايما بيستخدم اللوايح ضدك. ما هو يمكن عشان الموظف ما بيقراش اللائحة والقوانين، مش ذنب الاتش ار يعني انك مكسل تقرا. ما هو حتى لو قرينا، الاتش ار عنده نظرة مختلفة في تفسير اللوائح، يعني هو بس اللي بيعرف يفسرها تفسيرات خاصة ودايما بتبقى مش في مصلحتك. ده غير انك بتبقى ماضي على كمية ورق وانت بتتعاقد ما تعرفش اصلا بنودها ايه. الاوراق والكتب دي تحس فيها انها غامضة، شبه الكتب السحرية في الافلام الخيالية، لائحة عاملة حساب لكل حاجة ممكن تحصل مع انها مش كبيرة خالص، ورقتين ولا 3، حاجة كده اعجازية في التفاصيل. تحس حتى ان دخول الحمام ليه حاجة في الكتب السحرية دي. فكرة ان حد ماسك عليك ورق انت مضيته
شبه وصل الامانه او قايمه الجواز كده، حاجه مفزعه وبصراحه حدوته تخوف جدا. فكره ان الاتش ار موظف زيه زيك بس مش منتمي ليك طول الوقت، منتمي لصاحب العمل. هو الاتش ار عايز مننا ايه؟ اتش ار دول زودوها قوي. ما هو في موظفين كتير مش شايفين الاتش ار زي ما انت شايفه يعني، وعايشين ومبسوطين وبيترقوا وبيتكرموا وبياخدوا جائزه الموظف المثالي كمان. مش عارف، بس بحس ان الموظفين اللي من النوع ده بيكون ليهم انماط معينه، وفي الغالب هم واحد من الاربعه دول او واحد مشكل منهم، وده بقى الميجا ستار بتاع الشركه. النمط الاولاني الموظف السفنجه، وده اللي حبيبي بيمتص كل حاجه. الموظف ده بما اننا اتكلمنا قبل كده عن كريم ده اللي هو قلنا عليه موظف الاتش ار وقصه حياته بقى وكيف نشأ وترعرع. فالموظف السفنجه ده هو كان حبيبي اكرم صاحب كريم اللي بيستحمل منه كل حاجه وبيكتم كل اسراره وبيمتص كل المشاكل والازمات وما بيطلعش اي حاجه بره، وكل ما اتحمل عليه عمره ما يشتكي، وهو دايما اللي بيرفع سقف توقعات الناس لينا. ما اكرم معهوش سندوتشات وما زعلش واتضرب وما عيطش، فبيكبر اكرم بقى وبيبقى سفنجه كبيره. ودي دايما يقول لك ما اكرم عمره ما طلب اجازه، عمره ما طلب بونص، ما اكرم اول واحد بيجي واخر واحد بيمشي، ده لو ما باتش في الشركه. يا عبد الرحمن يا اخي لسه بدري على ميعاد الموظفين. ميعاد موظفين؟ بقى بتبات هنا يا محمود كل يوم وبتراهنا على مين اللي يوصل فينا الاول؟ حسين انت ايه اللي جابك بدري قوي كده حسين؟ نروح بقى لنائل. نائل ده كان زميلهم في الديسك الاولاني، وهو نفسه المدرس بيديله منصب امين الفصل واللي بيكتب اسامي الطلبه على السبوره لما المستر مبقاش موجود، وكمان هو اللي بيقول نشره الاخبار في الاذاعه. نائل لما بيكبر بيفضل زي ما هو، بينقل كل الاخبار، اخبار صحابه من المكاتب للمكاتب التانية وطبعا لمكتب المدير بكل التفاصيل. نائل ده زي العصفوره اللي امهاتنا كانت بتعرف منها كل الاخبار، لما تبقى مستغرب هي عرفت منين. واحلى حاجه بقى في نائل ده انه بيبرر افعاله بانه ما بيعرفش يكذب ودايما الصدق على لسانه. انا عايزك كعصفوره تبقى عصفوره. انا عصفور؟ لا انا عايزك انت كعصفوره تشتغل لي عصفوره. نروح لابو الخير، وده بقى دايما اصل الاشتعال. ده بقى الثلاث عناصر في بعض، وده بقى اللي بيستعمله الشقر دايما عشان يعمل الحريقه، يشغل بيها الموظفين عن الموضوع التاني، او هو نفسه بيستخدم الخواص دي عشان عنده اغراض تانية ما عرفهاش الا هو. على فكره ايوه نعم هم سموك ابو الخير ليه؟ من اعمالي يا فندم. اي والله من اعمالي. اما بقى عمرو فده حكايه تانية خالص. عمرو ده بقى اللي كان بيجيب ورده هديه للمدرسات في عيد الام، واللي كان حافظ تواريخ ميلاد كل المدرسين اكتر من حفظه للمواد نفسها. عمرو ده موهبه خاصه، فطرته كده، دايما افكاره في كونه عمرو بره الصندوق، وبسبب شطارته عمرو بيبقى احب موظف لكل المديرين مش بس الاتش ار. هيبقى هو لسه متشعبط في الشجره، انما انت على كرسي المدير، لان النجاح ملوش غير طريقه واحده، الطريقه دي هي يمكن الانماط دي من الموظفين اللي بتخلينا نشوف الصوره دي من الاتش ار، والناس دي بريئه من كل ده. معرفش، ممكن كمان الصوره الذهنيه اللي عندنا من تاثير الاعلام والافلام والمسلسلات اللي تناولت الاتش ار كان ليها عامل ان احنا نشوفه كده. تاثير الاعلام في تنميط الشخصيات ده بقى شيء مزعج وساعات بينفر الناس من وظايف واننا نتعامل معاها. مثلا تلاقي الفيلم او مسلسل بيطلعوا الاتش ار على طول بيدي جزاءات، وعلى طول طلباته غريبه وصعبه. ارحمونا من طلبات الاتش ار. هو الاتش ار ده عايز مننا ايه؟ ولا يمكن اسلوب الاتش ار اصلا اللي مستمد من اسلوب المدربين بتوع التنميه البشريه، واللي بيعتمد على نصايح تحفيزيه مباشره. يعني الانسان بطبيعته بيكره اسلوب النصيحه المباشره. ناس كتير جدا مش مؤمنه بفكره التحفيز الساذج اللي هم بيقدموه. ما ينفعش بدل ما تحفزني بامان انك تحفزني بكلام زي ان انت تقدر او انت قوي. كل الكلام اللي من النوع ده ينفع في مشاكل مختلفه بره طبيعه الشغل، لكن ايه علاقه قوتي بقدرتي ان احس بالامان في وظيفتي؟ احساس الامان ده جزء مهم جدا في الانتاجيه، عكس ما بتروج ليه افكار مدارس الاداره الحديثه. معرفش، بس بحس ان فكره حرق الموظف وتغييره كل شويه من مكان لمكان بيخلق عنده عدم انتماء للمكان، لانه طول الوقت بيتعامل بمنطق انه كده كده مش قاعد، او حتى تحميله بتاسكات مختلفه عن طبيعه العمل اللي هو جاي عشان يعمله بتخليه يحس انه مش منتمي للمكان، وانه طول الوقت مضغوط ومهدد. معرفش، بس بحس ان انعكاسات الفكره دي على المجتمع بقت خطر جدا في كل حاجه. تنزع من الموظف انتمائه في المكان اللي هو شغال فيه بانك تحرق الموظف ده او تستنزفه او تستبدله بكل سهوله، بتخلق منه انسان قلوق غير منتمي، كائن غير اجتماعي، ما يقدرش يستثمر في علاقات انسانيه طويله. دي بتاثر على كل حاجه في حياتنا دلوقتي. وعن فكره احساس الاجيال الجديده بازمه في الهويه، في نماذج للاتش ار ايجابيه دايما بيتحكي عنهم في المحاضرات او في الجلسات على اعتبارهم اساطير في قدرتهم على الحفاظ على الموظف وخلق بيئه عمل سويه بمفهوم اللي اتعمل عشانه الاتش ار. افتكر في مره حضرت حاجه زي كده، وكانت الحدوته عن شركه مالتي ناشونال موجوده هنا في مصر، وقد ايه الاتش ار
كان داعم لموظف عندهم حصل له دروب مادي، وقد ايه الشركه وقفت جنبه وساعدته في انه يتخطى الازمه دي. ودي من الحاجات اللي اثرت فيها جدا ساعتها. اكيد في سلبيات للعلاقات الدايمه في العمل، بتقتل الابداع وبتقلل الانتاجيه احيانا، لكن في نفس الوقت الموظف ده بيتعامل مع الشركه او المنشاه انها بيته ووطنه. بالتالي الاتش ار والوظائف اللي من النوع ده لازم تبقى مرنه اكتر من كده. اي وظيفه بتتعامل فيها مع الناس ما ينفعش يكون فيها صرامه طول الوقت، تبقى مرنه ومتوافقه مع طبيعه الشغل وحجم المنشاه وطبيعه الظرف العام اصلا. لكن فكره انها تكون وظيفه خاضعه لنظريات ثابته من كتب اتكلمت عن انشطه ليها ظروفها واللي اكيد هتكون مختلفه من مكان للتاني، معرفش، بس بحس ان الاتش ار لازم يكون محفز وداعم للموظف مش العكس. معرفش. على الجميع مراعاة الجميع بسبب الحالة النفسية التي يمر بها الجميع في الشغل. يلا انا قرفان من الشغل، انا مخنوق من الشغل، شكلي هسيب الشغل، طب انا مش رايح الشغل. حد يقول لي لماذا ليه ما باخدش اجازة والشغل ملهوش عازة، طول ما الصحة